السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا مبسوطين وفي أحسن حال. أكيد وبلا شك كلنا عايزين نربي أولادنا تربية سليمة وصحيحة علشان نفسيتهم تبقى أحسن وعلشان نبقى مبسوطين بيهم. لكن هل إحنا فعلا بنربيهم تربية سوية وصحيحة، ولا عندنا بعض مشكلات أو مشكلات كتير بتأثر على التربية دي؟ وخلي بالكم تربيتنا ليهم وتعاملنا معاهم مش بيأثر عليهم هم صغيرين بس، لا ده بيفضل معاهم ممتد لحد لما يكبروا ويتجوزوا ويخلفوا ويبدأوا يربوا أولادهم بالطريقة اللي اتربوا عليها. غالبية الناس اللي اتربوا غلط بيعملوا ده مع أولادهم إلا من رحم ربي، ولو هم بدأوا يثقفوا نفسهم ويوعوا نفسهم. طب هل إحنا كلنا بنربي صح؟ هل عندنا الأسس اللي ماشيين عليها ولا عندنا أخطاء؟ في أخطاء في التربية إحنا بنعملها من غير ما ناخد بالنا منها، بتؤدي لحدوث مشاكل نفسية عند الأطفال. والتعامل الغلط بصفة عامة ما بيخليش حتى التعامل ما بيني وما بين ابني أحسن حاجة، يعني ما كانش بيحصل في ما بيننا أصلا مشاكل في التعامل. عندنا 8 أخطاء بنقع فيها في التربية، دي من سوء التربية عندنا إحنا، مش من الطفل بس. يعني الأخطاء دي مش من الطفل، لا دي من عندنا إحنا. فإحنا لازم نراجع نفسنا ونبدأ نتعامل صح، ونبدأ نثقف نفسنا على الأقل عشان نعرف نتعامل معاه. أول خطأ في التربية أو سوء في التربية من عندنا هو عدم التواصل. إحنا مش عارفين نتواصل مع الطفل إزاي، مش عارفين إيه هي الطريقة اللي نعرف نوصل لدماغه بيها. مفيش ما بيننا تواصل لا كلامي ولا معنوي، مفيش ما بيننا حوارات، مواضيع مشتركة. عملت ايه وهتعمل ايه؟ طب نفسك في ايه؟ طب اجيب لك ايه؟ طب انجزت ما انجزتش؟ مفيش ما بيننا تواصل معنوي ان هو لو وقع اجري عليه واحضنه وطبطب عليه. لا لا لا، سيبه، ده هو كبير كفايه يعرف يقوم. لا، طب ما انت بينت له ان انت خايف عليه مثلا. يعني هي عامه التواصل. تاني حاجه العقاب المؤذي والغير مبرر. عادي ان لما طفلي يبقى عامل حاجه غلط ان انا اوجهه وافهمه، ولو كررها قاصد اعاقبه. والعقاب ليه شروط انا قلت لكم عليها قبل كده وممكن اقولها لكم تاني في فيديو تاني. لكن ايه لازمه ان انا قبل ما بتكلم الكلمه ببقي اروح لطشاه، اروح جايبه حاجه وضرباه؟ ملهاش لازمه. العقاب المؤذي والغير مبرر دي حيطه سد تتبني ما بينك وما بين طفلك. تالت حاجه عدم السماح للطفل ان هو يبني شخصيته. طب وده يجي ازاي؟ انا هو في حد عايز ابنه ما يبنيش شخصيته؟ لما تفضل تنهاه وتأمره بدون مبرر، او ان انت تفضل تجبره انه يعمل حاجه او تكرهه انه يعمل حاجه او تمنعه انه يعمل حاجه هو عايزها من غير ما تقنعه او تديله البديل. انت هنا ما بتخليهوش يبني شخصيته. طب هو انت تعرف دماغه منين؟ هتعرف هو بيحب ايه وبيكره ايه، عايز ايه؟ ده دماغه ممكن تروح لفين؟ انت مش تعرف، انت مش مديله مساحه، مش مديله فرصه. رابع حاجه من اخطاء التربيه، ودي حاجه انا بعتبرها مصيبه، التنمر على الطفل. لا لا لا، انا مش قصدي اتنمر عليه، انا بس من غيظي قلت لها يلا يا سوده، او من غيظي قلت له يا اللي وشك فيه كذا، يا قصير، يا رفيعه. ليه؟ استفدتوا ايه انتوا بقى؟ ايه اللي عاد عليكم؟ ايه اللي شافته صدوركم لما انتوا اتريقتوا على اولادكم وتنمرتوا عليهم وقلت لهم كلام يوجع قلبهم، شخصيتهم تقل او يحصل لهم شرخ في العلاقه ما بينكم وما بينهم، او حتى يبقى عندهم خوف ان هم يتعاملوا مع حد عشان ما يتعرفش على العيوب اللي انتوا صدرتوها ليهم. خامس حاجه هي ان انا ادلع ابني زياده فيجي فوق دماغي. ما احنا يا جماعه لا نشد قوي ولا ندلع قوي، خلينا حازمين بس في المنتصف. سادس حاجه ان انا ما يكونش عندي وثوق، او ان انا ما اكونش واثقه في قدراته وفي امكانياته وفي مهاراته. ماما انا داخل مسابقه رسم، اتنيل، انت فاهم حاجه، انت عارف حاجه، ده انت هتروح تفضحنا. بابا ده انا عايز في مسابقه مثلا للجري. يا شيخ اقعد، انت بتعرف تتحرك خطوتين على بعض. ان انا اكسر مقاديفه واكون مش واثقه في قدراته، او حتى ما اديلوش المساحه انه يعبر عن مهاراته. لو ما انا مش دايما اكون عارف على فكره، مش عشان انا مربيه ابني او عايش معايا في البيت ابقى انا عارفه بقى دواخله ومخارجه وعارفه امكانياته وعارفه هو يقدر يعمل ايه وما يعملش ايه. لا،
نسيبه يتعرف على نفسه، على مهاراته، نسيبه هو يقتحم نفسه ونثق فيه وفي قدراته ونبين له ده ونقول له احنا واثقين فيك، احنا عارفين ان انت ما شاء الله تعرف تعمل اي حاجه في الدنيا، بس بشرط ان هو يكون عنده الاساسيات عشان ما يتصدمش في نفسه وبعد كده يحبط. سابع حاجه ودي بلا شك كتير مننا بيعملها، ان انا اضغط طفلي عشان يكون احسن. انت لازم تجيب الدرجات النهائيه في الدراسه، لازم تطلع الاول في الرياضه، لازم ما تنقصش درجه، لازم تدخل كليه قمه. ايه ده؟ ليه لازم يبقى احسن حاجه في اي انا نفسي يكون احسن حاجه في كل حاجه، بس ما اضغطوش، ما اقولوش انت لو ما عملتش كده هتبقى كذا او هتبقى وحش او مش هبقى مبسوطه بيك او مش هبقى فخوره بيك. الضغط النفسي علشان اخلي طفلي احسن ده ما بيخليهوش يعمل حاجه، بيخليه دايما خايف، دايما مترقب، دايما واقف على الشعره كده، انا لو ما عملتش كذا هبقى وحش، هبقى مش زي ما امي وابويا بيتربوني، هيبقى حاسس دايما هو عليه لود ومسؤوليه وهتعجزوه بدري. تامن حاجة ودي أهم نقطة عندي في الفيديو كلها، وهي الحب المشروط. مش عايزة أجيب أمثلة من أي حاجات كده أو أي أغاني والكلام ده، لا، عايزين خليها كده بالبركة. الحب المشروط اللي أنا بديه للطفل، لو ما عملتش كذا مش هحبك، لو ما سويتش كذا مش هحضنك، لو ما عملتش حاجة الفلانية او لو ما جبتش الدرجة النهائية او لو ما اكلتش الطبق بتاعك خلاص انت مش حبيبي. ليه يا جماعة؟ ليه بتربطوا حبكم لولادكم بالحاجة اللي هم ممكن ما يكونوش قادرين يعملوها او مش عايزين يعملوها؟ ليه دايما تكونوا مهددين عيالكم ان انتوا مش هتحبوهم؟ ليه؟ انا بحبك عشان انت ابني حبيبي ومفيش حاجة في الدنيا هتخليني ما احبكش، بس انا ممكن اتضايق من السلوك ده وهنصلحه مع بعض. انما ان انا ارهبك دايما واساومك على حبي دي مش تربيه، ده رعب، والله العظيم رعب. هتلاقوهم فيما بعد بداوا يستخدموا ده ضدكم، بداوا لما يكبروا لما يطلب منك حاجه وانت تقول له لا يعاقبك ويقول لك انا ما بحبكش، مش عايزك تقعد معايا، انا عايش لوحدي. يعني كلام يا رب ما نسمعه ابدا، وان شاء الله ما تسمعوش لو حاولتوا ان انتوا تفهموهم وتقربوا منهم وتربوهم لله وبالله وبالدين علشان تاخدوا نتيجة كويسة. اللي هتزرعوه في ولادكم هم صغيرين هتحصدوه معاهم لما يكبروا.